بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتابع بقوة الله العزيز الحكيم فك عقد مخطط ختم قابيل وهابيل الوراثي، لعنة أحساد وأحقاد وأسحار وتوابع وأعين، التأثير الجيني الإنسي الزاري الزوري المشيطن الأصل، التي تورثها عروق الشرك والظلم والغدر والقتل، السحار العليم إبليس الملعون، والسحار العليم الأفعى التابع العجوز الملعونة أم الصبيان، وعربية السوداء الساحرة وفاطمة وعيشة ورحمة وشمهروش، وحم الأحمر وميمون الأسود، والسرطان الدموية المنظرية المتعفرة الساحرة، جينات والأقارب العقارب الإنسية السورية المشيطنة، ومع الأخت السورية المشيطنة الوراثية مشعل الأحقاد الدفينة، تستهدف به مفاتيح الخير والبركة وتيسير الأمور والقبول في جينات عائلتها، أمها، أبيها، أخيها، أختها، زوجها إذا كانت متزوجة، زوجة أخيها. كلما أحست بهم أي بمفاتيحهم سيتحركون بها روحيا داخل وخارج بيوتهم، لأنها تكون مفاتيح الكشف من العيار الثقيل، وتحسبها أنها من الاستهدافات. هذه الأصناف التي تم ذكرها الوراثية، هذه المفاتيح العظيمة تظهر عليها أعراض هكذا مفاجئة بمجرد ما ترى من عندهم استهدافات، لكنها لا تربطها روحيا، وما تكون عندها أي دراية بها، فقط على حد علمها تفسرها بأنها عضوية أو نفسية. مثلا تخرج زهرية المفتاح الجينات الربانية لقضاء غرض من أغراضها في محل يبيع الأحذية، تريد حذاء لها أو لبنتها أو لولدها. من بين الأعراض الروحية التي قد تصيبها أو تلاحظها، يحصل لها إما تعثر في عتبة باب المحل، أو تسقط من يدها قطعة نقدية من فلوسها مع دخول عتبة المحل، أو تشعر بدوخة، أو يحصل لصاحب المحل حينما يكون يبيع ويشتري معها بلادة وبلاها وشرود الدهن في كيفية تعامله معها بخصوص المال. وهذا يدل من الجانب الروحي أن الرجل عنده توابع واستهدافات تخص تعطيل مصدر رزقه. لذلك الأخت السورية المشيطنة الأحقاد الدفينة في عائلتها باطنيا هي من تعرقل لها هذه المهمة بعكوساتها وتعطيلاتها. إلى أين ستخرجين؟ والمكان الذي ستذهبين إليه سيكون فيه زحمة، لأن المخطط الشيطاني الوراثي جيناتها بقدر من الله حسسها بهذا الإحساس، ومنذ أن علمت بخروجها وهي تفتنها وتريد أن تعصبها وتخرجها عن سيطرتها لتقعد في بيتها. لكن المسألة التي نؤكد عليها هو أن هذا الخروج لا يكون مقرون بأن تخرج هذه الزورية المفتاح وتقول هذه أيام المواسم الدينية الإسلامية وفيها تكثر الاستهدافات، إذن السحرة والساحرات موجودون بكثرة، سأخرج لكي أقوم بردعهم، هكذا من دون ما يكون لها حاجة مادية محسوسة تخرج إليها. هذا نسميه في العالم الروحي تمني للقاء العدو، وبالتالي سيمكن رب العالمين مفتاح الشر عليك، وستتعرضين لاستهدافات روحية وبدنية أنت في غنى عنها حتى تكون الصورة واضحة. مثل الذهاب إلى المقبرة، وخصوصا في المواسم الدينية الإسلامية، كم من زهري ذهب لزيارتها هكذا من دون ما تكون زيارته لها علاقة به، هو يزور فيها موت أقاربه أو ذهابه مع جنازة لأحد موت جيرانه أو أصدقائه، ومع ذلك يحتاج إلى تحصينات قبل ذهابه، وحينما دخل المقبرة
زوجته تكون في البيت أحوالها لا يعلمها إلا رب العالمين، ويتعرض هو لتشنج أو شد أو تمزق عضلي أو لسرقة داخل المقبرة، أو حينما رجع إلى بيته دخل باستهدافات المقبرة المرشوشة والمدفونة والمطلسمة، الجمل بما حمل من الاستهدافات، ضرب بها لا إراديا زوجته وأولاده، وربما حصل شجار بينه وبين زوجته كان سيؤدي إلى طلاقهما. كل هذا لأنه قام بعمل قد يظهر من الناحية الشرعية بأنه أمر محمود وفيه الخير والبركة. خروج الزور أو الزوري لأي مكان يكون مقرون بقضاء حوائجهما فقط مع سماع التحصينات، وبعدها الذي سيقدره رب العالمين لهما سيكون فيه الخير. وأحيانا يصل الحال بالزور المفتاح إذا كان يسحب الاستهدافات بقوة، إذا باشر استهداف معين ويكون من العيار الثقيل، فطبعا خروجه كان لغرض يحصل معه، يحصل له شعور بالإغماء أو يسرع من شدة الاستهدافات التي باشرها أو دخلها أو سمعها، وهو ما كان يتمنى لقاءها إطلاقا. وفعلا يحصل هذا عدة مرات مع بعض الزوريين والزوريات، لكن لا يجدون تفسيرا لحالتهم. عن عطاء بن أبي رباح قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.